يعني بالله عليك خلي بالك من روحك ومن شقتك. تبقى صارف على المطبخ وصارف على شقتك، وتيجي تستهتر بحاجة زي الغاز اللي بيبقى موجود ده، سخونية ونار وتلاجة وأجهزة في المطبخ كلها، وتعدي ماسورة الغاز جوه قلب حوض المطبخ. في حاجات يا جماعة احنا في حاجات بتظهر قدامنا، والمفروض الحاجات دي ما اعرضهاش، بس انا بعرضها عشان تتجنب. يا ريت تتجنب الحاجات دي، وان اي حد تاني مثلا يشوفها ما يعملهاش كده. يعني لو في اي حل ما تعملهاش كده، ما تعديش الماسوره من قلب حوض الميه. ما ينفعش ماسوره غاز اعديها من قلب حوض الميه، هتصدي وهتبوظ وهتخرب، ودي النتيجه اللي هي كانت بتسرب على اخرها. والحمد لله ربنا سترها، يعني الحمد لله. هو كان بيقول لك بنشم ريحه غاز، والغاز ده بيجي منين ومش عارفين إمم. بيجي منين، وعايشين بقالهم سنين على كده. ديّة النتيجة اللي هي سوّست خلاص، أنت في قلب المَيّة، أنت عايز الماسورة في قلب المَيّة. فالحمد لله أنا بنورّيها لكم عشان يا جماعة أي حد يعني أنت صارف على مطبخك ومكلّف عليه وعندك أرواح وأُسَر، فحرام عليك يعني. بالله عليك بلاش. أنت الماسورة تحت الحوض ممكن تلقط مع أي شرز، مع أي لقطة نار من البوتاجاز، دي ما بتحوّش غاز تحت ومن مكان مكتوم تحت. ودي النتيجة زي ما أنتم شايفينها كده قدّامك أهوّة. إن الحاجة دي بنعرضها عشان تشوفوها يا جماعة ونتجنّبها، مش عايزين نقع في أخطاء ديّة تاني.